بصوا بقى فطرنا النهارده احلى فطير مشلتت فلاحي اصلي بطريقه مفيش اسهل من كده. بصوا بسم الله ما شاء الله الفطير عامل ازاي معايا. بصوا، ولا حجم الفطيره، ولا تسويه الفطيره، ولا توريقه الفطيره. بصوا بس عشان انا مش عارفه اقطع عشان ماسكه التليفون. بصوا المنظر، الله 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 الله. بصوا، يلا بقى تعالوا نخش على الفيديو ونشوف ازاي عملنا الفطير المشلتت بطريقه سهله وبطريقه فرد جديده مش متعبه خالص. يلا بينا على الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم بقى النهارده ايه الفطير المشلتت. معايا هنا الدقيق، انا عجنته ازاي؟ حطيت شويه ملح وشويه سكر، وكيلو الدقيق بياخد حوالي من 3 كوبايات الا ربع ل3 كوبايات ميه، اللي هي المج العادي بتاع الشاي. وطبعا بقى بيحتاج ايه عجن كتير. هنعجن بقى كده ايه على قد ما نقدر. طبعا هتعجني بايديكي الاتنين مش بايد واحده، بس عشان انا ماسكه التليفون بايد فايه بعجن معاكم كده. طبعا هفضل اعجن. لا اله الا الله. انا قمت اعجن مخصوص من اللي اطلع الغيظ والغل اللي جوايا فيه من بسبب العيال واللي عاملينه فيا. وقافل دلوقتي هم عمالين يتفرجوا عليا وانا ايه خلاص جبت اخري منهم. انا جبت اخري منهم وحياة ربنا جبت اخري منهم خلاص. استغفر الله العظيم يا رب، وربنا يهديهم. طبعا هفضل اعجن فيها، متركزوش معايا متركزوش. هفضل اعجن فيها بقى لحد ايه ما تعمل معايا عرق. بصوا هي كده ايه مادام بتتقطع كده ما في ايه مش عامله عرق لسه. هعجن فيها على الاقل 10 دقايق. طبعا العجينه ما تبقاش ملزقه زي ما انت شايفه، تبقى يعني حلوه كده معقوله، لا منها ملزقه ولا هي ناشفه يابسه. انت شايفه كده اهي مش ملزقه. محط ايدي اهي مش ايه بتلزق في ايديا. اكمل عجنها وبعدين نشوف هنعمل ايه تاني. وادي العجينه اتعجنت اهي خلاص الحمد لله خلصت. هعمل ايه بقى؟ هسيبها ترتاح حوالي كده هي ربع ساعه او نص ساعه، وكمان هغطيها عشان ما تنشفش مني. هغطيها باي حاجه، بلاستيك او اي حاجه او صينيه او حاجه او قماش او اي حاجه يعني عندك تغطيها. وايه وهسيبها بقى ترتاح. لازم 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 نسيبه نرتاح عشان ايه يبقى سهل معانا في الفرد. كده بقى ايه خلاص العجينه ارتاحت معايا. هنعمل ايه بقى؟ قطعتها زي ما انتم شايفين كده. قطعت العجينه، هرجع تاني اسيبها ترتاح شويه، ودهنت وشها كده زيت عشان خاطر ما تنشفش مني. هسيبها برضو ترتاح حوالي 10 دقايق، وخلال ال10 دقايق دول اكون مشغله الفرن على نار عاليه لحد ما ايه ما نخلص. هسيبها بقى ترتاح شويه 10 دقايق كده ونرجع نشوف هنعمل فيها ايه تاني. هي ايه بصوا يعني زي ما انتم شايفين كده انا ايه مكوراها، يعني مقطعه العجين متكور زي ما انتم شايفين كده. بصوا معايا هنا كده ايه زبده انا ايه كانت في الفريزر، ف طبعا عشان اعرف اشتغل بيها فسيحتها شويه ورجعت ايه بردت الحله ورجعت حطيتها تاني في الفريزر بحيث ان هي تبقى ايه طريه زي ما انتم شايفين كده، ان انا اعرف استخدمها يعني في الفرد. اهو دي كانت زبده بيضه على زبده صفراء فنتج عنها الايه الشكل اللي انتم شايفينه ده. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. هنا اهو حطيت بقى الفطيره او حته العجينه ورشيت شويه دقيق. هبتدي بقى ايه افرد على قد ما اقدر ما انتم شايفين كده. بصوا بعد بقى ما فردتها على شكل كده على قد ما قدرت، ما تكونش دايره، تكون مستطيل كده. انزل بقى بالسمنه او الزبده اللي معايا وافردها كده على كل الفطيره. الفطيره كده لازم تكون متوزعه عليها كويس.
كلها كده. دي طريقة من ضمن الطرق بتاعة الفطير. بعدين هنعمل ايه بقى؟ هلفها كده رول، والف بقى الفطيرة كلها كده وارجع لكم تاني. اهي بقى بعد ما لفيناها رول هبتدي بقى ايه ابططها كده تبطيطه زنططه كده، ماشي. وهقطع العجينه بتاعتنا. بسم الله. طبعا انت لو عايزاها حته كبيره فطيره كبيره بتقطعي حته كبيره، عايزاها فطيره صغيره بتقطعي الايه العجينه صغيره. تمام كده. هرجع بقى ايه العجين ده تاني الصينيه واخلي الحته اللي انا هشتغل فيها. طبعا بنكون مغطيين العجين، مش بنسيبه عريان يعني او متهوي كده. ادي بقى حته العجينه اللي معانا. هبتدي بقى ايه ابطط تاني اهو. طبعا برضو انا سبتها ترتاح شويه عشان خاطر ايه تبقى سهله معايا في الفرد. طبعا هفردها بالنشابه برضو على شكل مستطيل. خلاص بعد ما فردتها هرجع تاني احط معانا زبده وهفرد. انزلي يا حاجه. ابتدي هفرد برضو كده على العجينه كلها. انا هعمل بايديا بقى عشان ايه المعلقه ايه ناشفه شويه. برضو كل العجين كده يبقى متغطي بالزبده. هرجع برضو اعمل ايه هفرد او هلف زي المره اللي فاتت بالظبط. المره دي بقى اقسمها ايه على مرتين كده، على لفتين. وطبعا كل مره بلف هحط قطعه زبده كده بس يبقى اهو. هحط برضو تاني زبدة هنا مع الفرد. هبتدي اعمل كده وبرضه هحط زبدة وهعمل كده. هنا بقى هبتدي اكورها بقى كده، الم بقى العجينه وابتدي اكورها وهسيبها بقى ترتاح. يعني هكورها عادي بقى كرة عاديه وهسيبها ترتاح واحطها. لا الاول هجيب الصينيه اللي هدخلها الفرن واكون دهناها برضو وهكورها وهحطها في قلب الصينيه ترتاح قبل ما اعمل باقي العجينه. ونشوف بقى لما نيجي نسوي هنعمل ايه. بصوا بقى اول فطيره احنا عملناها. هبتدي بقى ايه بسم الله الرحمن الرحيم افردها بقى في الصينيه على قد الصينيه بتاعتي اهو. اهي فردتها. هجيب بقى عندي سمنه بلدي، سمنه بلدي او قشطه. لو عندك قشطه، انا ما عنديش قشطه فانا هحط سمنه بلدي على وش الصينيه كده، وش الفطيره. وهدخلها بقى الفرن. الفرن طبعا زي ما قلت لك متسخن قبلها وعالي، نوره عاليه. واول ما احس بقى ان خلاص الفطيره بتاعتي ابتدت تقب كده ولونها احمر، هبتدي ايه اخلي النار وسط عشان تستوي من جوه براحتها. ونشوفها بقى بعد ما تستوي. بصوا ما شاء الله جوه الفرن منفوخه ازاي. بصوا بسم الله ما شاء الله. وادي الفطير بتاعنا
بعد ما استوى بصوا، هما العيال مش قادرين يصبروا بصراحه. بصوا بصوا من جوه عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله، جميل قوي. بصوا مورق من جوه. بصوا بقى انا قطعته لهم كده حتت كده بايديا وسخن لسه، بس اهو بقى مش قادرين يصبروا. بصوا ما شاء الله ما شاء الله، يعني جميل وطعمه جميل قوي. بصوا بقى انا عشان ايه، هو بيطلع من الفرن يا جماعه بيبقى ايه ناشف، فانا عشان احافظ ان هو ما يبقاش ناشف انا رحت مغطياه شويه. بصوا بقى عامل كده طري وبقى ايه حلو، رغم ان هو لسه سخن اهو زي ما انتم شايفين لسه سخن، والله قطعته بالعافيه. ايه رايكم بقى؟ جربوه وهيعجبكم ان شاء الله. من تحت برضو بصوا بصوا